تعالوا نحكي لكم على واحدة من أكتر وأجمل المغامرات اللي عملناها في حياتنا، وهي تجربة الزيب لاين أو الانزلاق الحر بين الجبال ووسط السحاب. يا ترى مين فينا كان أشجع وقلبه أجمد؟ انتوا اللي هتحكموا بنفسكم أما توصلوا لآخر الفيديو، وهنستنى رأيكم في الكومنتات. المكان كان رافانا فلاي بيس كامب في جبل ليتل آدمز بيك في إلا في سريلانكا. بدء كده خلونا نمضي على تعهد إنهم مش مسؤولين عن أي خطر ممكن نتعرض له، استر يلي بتستر. بعدين لبسونا اسوية في ايدينا ورحنا بيها للمكان اللي بيجهزونا فيه للطيران. لبسونا بقى السيفتي وظبطونا على الاخر. رايحين دلوقتي نطلع بقى النط. بعد كده طلعنا على المكان اللي هنطير منه. البتاع قافش جامد يا جماعة، قافش قفشة زبالة بصراحة. وجعني يعني أنا موجوع وهروح أنط نص كيلو فوق في بين الجبل، يعني حاجة جميلة. يما يا أنا يابا. لو ايه بيعذبوا الواحد كمان قبل ما ينط، يعني لازم يطلعك سلم قد كده، وانا اصلا لسه راجع من هايكنج يعني. في حاجه تاني المفروض افرط بيها نفسي ما عملت، بس يا جماعه قافش جامد قوي. قافش قافي يعني. خلاص عشان الفيديو عايز انزله مش هينفع اقول اكتر من كده، خليني اقول انه قافش. استني دوري عشان بس فوق هناك اهي، بس مش هعمل زوم بقى عشان ما اوصل. هنا الراجل كان بيدينا تعليمات الامان، وبعد كده هوب قام مطيرنا. فجأة بتترمي وتلاقي نفسك طاير بين الجبال والسحاب، والإحساس حقيقي ما يتوصفش بالكلام. لا بالعكس، انا اصلا ما حسيتش بيها. I already did it. Really? Yeah. وصلت ملكة السحاب، الضفدعة البشرية، انها تصعد على المنصة، انها تصعد وتصعد وتصعد وتصعد. يا للهول يا للهول، لقد جنت وطار عقلها كثيرا، وبتضحك فاكرة نفسها رايحة جنينة الحيوانات.